تحذير: ممنوع اي مدرس انجليزي يشوف الفيديو ده. في الفيديو ده هعرفك على 5 مواقع مدرسين انجليزي مش عايزينك تعرفهم، والاخير فعلا هيدهشك. لو انت كتبت ايميل او باراجراف بالانجلش ومش عارف اللي انت كتبته صح ولا غلط، فما تقلقش يا سيدي. كل اللي عليك تعمله انك تدخل على موقع grammarly.com وتيجي هنا تلزق المقاله او اي حاجه انت كتبتها. في ثانيه ظهرت لك كل اخطائك. هتلاقيه بيقول لك لو وقفت عليها كده هيقول لك she goes، اما هنا بيقول لك المفروض تقول in the morning، اما هنا بيقول لك المفروض تحط دوت في اخر السنتنس. اما بقى لو انت دحيح وعايز تعرف سبب، هتروح ليمين الصفحه هتلاقيه بيقول لك المفروض تقول she goes علشان she بتاخد اس. اما بقى لو ضغطت هنا هتلاقيه بيقول لك بنقول in the morning مش at the morning. اما بقى لو عايز تكتب مقال بالانجلش ومكسل، ففي موقع بيكتب لك اي مقال عن اي موضوع، وهو موقع تايني واو. كل اللي عليك تعمله هتدخل على موقع تايني واو وتيجي هنا تكتب عنوان الموضوع اللي انت عايزه. اما هنا بقى بتحدد عدد الفقرات، فانا اقول له ان انا عايز فقرتين كفايه، وتيجي هنا وتدوس generate. المقال اتكتب زي ما انت عايز بالظبط. انا قلت له اكتب لي مقال على الانترنت وكمان اكتب لي فقرتين، فتلاحظ ادي فقره وادي الفقره الثانيه. كمان ممكن تعمله داونلود من هنا ويقول لك هنا ريت ايه يا عم الحاج؟ ده انا هديك 1000 من 1000. هتيجي تقول لي على فكره المدرس بتاعي شاطر جدا وبيشم المقال اللي جاي من على النت على بعد 100 متر. هقول لك عندي الحل، وهو موقع كويلبوت. كل اللي عليك تعمله هتروح لموقع كويلبوت، بس الاول هتجيب المقال اللي انت كتبته من على الموقع تايني واو. هترجع للموقع الاولاني، ناخد المقال اللي احنا كتبناه، وبعدين نروح لموقع كويلبوت ونيجي هنا ونعمل له بيست، ونيجي بقى تحت ونقول له paraphrase يعني من فضلك عد صياغة المقال ده بطريقة تانية. بوم، هتلاقيه أعاد لك صياغة المقال بالكامل ولكن بكلمات تانية، نفس الأفكار ولكن بطريقة تانية. وأنا أتحداك إن أي مدرس يعرف إنه ده جاي من على النت. الموقع الرابع بقى يا سيدي هو موقع يوجلش، والموقع ده حرفيا مدرس معاك 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. والموقع ده ميزته إن هو بينطق لك أي كلمة عايز تسمعها ولكن بنطق ناس طبيعيين. كمان أقول لك على ميزة جديدة في الموقع ده. هتيجي هنا يا سيدي وتكتب الكلمة اللي أنت عايز تسمعها، وتيجي هنا تختار يو اس نوت الأمريكي ولا يو كي نوت البريطاني، وكمان في لهجات تانية لو أنت عايز. نيجي هنا بقى تحت ممكن تزود السرعة من هنا أو تهديها من هنا. هتضغط على كلمة سيت، هتلاقيه جاب لك ملايين الفيديوهات هي بتنطق الكلمة دي. اسمع كده. Once you close down your laboratory, you come into the laboratory. Or is Livermore National Laboratory built? Over 500 laboratory tours. والميزة كمان في الموقع ده إنه الكلام اللي بيتقال هتلاقيه مكتوب هنا تحت. الجديد في الموقع ده يا صديقي إنه هو مش في الإنجليش بس، اضغط كده هتلاقي كل اللغات اللي أنت عايزها. جرب الموقع ده وحرفيا هتدعيلي. الموقع الأخير بقى، فالموقع ده حكاية. كلنا عارفين إن جوجل بيترجم ترجمة حرفية، ولو أنت اعتمدت على ترجمة جوجل فممكن يوديك ورا الشمس. فمثلا الفريز بتاع I am in a pickle، لو احنا ترجمناه ترجمة حرفية فهيترجمه لك إن أنا في مخلل، لأنه كلمة pickle معناها مخلل، في حين إنه ده فريز معناه إن أنا في ورطة. فتعال نشوف جوجل هيعرفها ولا لأ. I am in a pickle. أنا في المخلل. ماشي يا عم جوجل. في الحالة دي يا صديقي هنحتاج الموقع العملاق ده Perplexity. هنجي هنا نكتب الفريز اللي احنا عايزين نترجمه، نعمل له quotation mark ونقول له بعدها ترجم للعربية. أنا في ورطة هي الترجمة العربية لعبارة I am in a pickle. ترجمة صحيحة مع إنه ده فريز، وجوجل بذات نفسه أخطأ في ترجمتها. الموقع ده حرفيا موقع عملاق. أنا إسلام وأنت كنت بتتفرج على Easy English. لو عجبك الفيديو لايك كومنت شير.